درس وعندك تسليم امتحانات ولسه ما بدأتش، يبقى انت في المكان الصح. النهارده هنستخدم طريقة رقم 2 في سلسلة امتحاني في ثواني. هنستخدم البريسك. البريسك ده اكستنشن موجودة على البراوزر. اول ما بفتح البي دي اف زي ما انتم شايفين انا فاتحة البي دي اف في البراوزر، تمام. باجي اختار بعد كده اللي انا عاوزاه بقى. انا هقول له كرييت، وانا طبعا النهارده محتاس في امتحان فهقول له كويز، وبعد كده نيكست. واجي هنا ممكن اكتب اللي انا عاوزه بقى، اشوف انا عاوز ايه بالظبط اقوله، وممكن اوجه له اي حاجه يعني، بس انا مش هقول له حاجه، انا هسيبه كده. هقول له ان هو كويس وهيبقى بالانجلش، ممكن بالعربي، من هنا ممكن نلاقي بالعربي تحت في اللغات، اوكي. وبحدد له الستاندر، والجميل كمان ان ممكن احدد الامتحان يطلع شكله ايه، هل جوجل دوكس ولا فورمز ولا مايكروسوفت وورد، فانا هختار مايكروسوفت وورد، تمام. وقلت له ان انا الجريد 10 للامتحان لان ده درس من عند جريد 10. وطبعا انا ممكن استخدم المنهج لو كتاب كله بي دي اف واحد، ممكن استخدم عليه البريسك واقدر اعمل عليه امتحان. وهنا هختار مالتيبل تشويس، وفي انواع تانية طبعا، وهختار عدد الاسئله وهو عدد كبير جدا. هقول له بريس عشان ايه ما يطولش كتير. زي ما انا شايف اهو الامتحان بدا يتكتب قدامي في ثواني. بدا يحط لي 10 اسئله بيزد على اللي انا اخترته والدرس اللي انا كنت مختاره. بس كده.